لما تيجي تبص على الاي كوميرس تلاقي انه لسه بدري قوي، وتلاقي ان الفاليو بالذات بتاعه الاي كوميرس او الاونلاين مقارنه بالاسواق العاديه او الاسواق الاوف لاين لسه قليله قوي. ليه ده حاصل؟ اللي هو في الاخر انت بقى في جيل من الناس جديده على الانترنت اتعلمت الانترنت من خلال السوشيال ميديا، فهو بيفتح الموبايل كأنه التلفزيون، هو مش بيخش يدور على كل حاجة، هو مش معتمد على السيرش، هو بيخش والحاجات بتتزق عليه ويبتدي يدور وبيقعد وقت اكتر على الانترنت وهكذا. ما بيجربش قبل كده ليه؟ هم حاجتين: الفيديو شوبينج، احنا لقينا ان الفيديوهات العميل في مصر بيصدقها اكتر، حتى لو مش فيديو متصور يعني بطريقة حلوة قوي، لا هو عايز يشوف المنتج على طبيعته على حقيقته. والحته التانية ممكن تبقى حاجه صغيره بس هي حقيقيه قوي، هي مصاريف الشحن. احنا اكتشفنا ان في بارير وسور كبير قوي اللي هو مصاريف الشحن. العميل في مصر بيفكر فيها انه اللي هو بالذات اللي ما جربش كتير اونلاين، انا ليه ادفع دي؟ ما انا اروح اجيب الحاجات. هو بيفكر فيها انه لا عيب، يعني ليه ادفع فلوس في حد يجيب لي الحاجه